السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. كسبنا بيراميدز. شوية كلام كده فني حلو على الماتش إن شاء الله يعني نقوله، بس في حاجة أنا عايز أتكلم فيها قبل ما أتكلم على ماتش بيراميدز. أول حاجة يعني أنا عايز أمشي أتكلم على كأس العالم، بس المغرب عملته استثناء يعني، ومبروك ليهم، مبروك للشعب المغربي يعني. لو في أي حد منهم هيشوف الحلقة يعني مبروك ليهم والله، وإحنا فرحانين لهم من قلبنا إحنا الزمالك، لان مصر مقسومه يعني احنا ما نقدرش نتكلم عن مصر كلها، بس معظم المصريين فرحانين لهم يعني. بس حبيت اتوقف على بوست كده كتبه احدهم ده واحد كده قاعد في المجلس عند كام خطيب يعني، محدش يعرف بيشتغل ايه اصلا، محدش يعرف ده مين، بس هم مقعدينه كده يكتب شويه بوستات، يرد على ناس، يتكلم على ناس وبتاع. كتب بوست كده ان هو ما معناه يعني ان احنا في بيانات الاهلي اللي بتنزل كل يوم قبل الاكل وبعد الاكل 3 مرات دي، قلنا ان الاهلي مش عارف اتضحك عليه، ومش عارف الاهلي ما عينلوش حد زي مصطفى مراد فهمي اللي هو لفق لهم موضوع نادي القرن، يعني عايزين حد يعني في الكاف يعني. وتقريبا بيرمي يعني ان وجود فوزي لقجع هو السبب في انتصارات المغرب. يعني مش عارف والله، يعني هو سبحان الله يعني الغباء عدو صاحبه يعني. هل ده توقيت انت تلمح ان المغرب سندها عضو في الكاف؟ وايه اللي يعمله عضو في الكاف في كاس العالم؟ وايه علاقه اصلا ايه اللي المغرب خدته في اي ماتش من الماتشات او في اي حاجه زياده لوجود فوزي لقجع يعني؟ هل جابوا مدرب مثلا؟ ده حتى الراجل مدرب اللي معاهم محلي يعني. والحكام، انا ما حسيتش في حكم جامل المغرب، بالعكس تماما يعني. فايه مناسبه البوست ده؟ هو تقريبا مش قادرين يستحملوا فكره ان المغرب بوليد الركراكي وقفته على الخط كده جايبه لهم كوابيس. ف... فطلعوا يعني صدروا الراجل يعني يقول اي هبل يعني فعلا. انا مش عارف يعني ايه علاقه ان هم مصطفى مراد فهمي كان موجود في الكاف وكان بيجاملهم ولفق لهم نادي القرن، وكان عمرو فهمي ده بيعترفوا بيختار لهم الحكام او بيقول لهم ان الحكام دي هنشيل ده ونحط ده وبتاع، بفوز لقجع يعني. انا مش عارف يعني، مش فاهم قوي ايه الفكره ان هو بيتكلم ان فلان ده في الكاف فالمغرب وصلت سيمي فاينال كاس عالم. طب ما انتوا مصطفى مراد فهمي وابوه وابنه في الكاف سكرتير عام الكاف بتاع 100 سنه مثلا ومصر ما وصلتش حتى كاس العالم، مش هقول الدور الثاني يعني، احنا وصلنا 3 مرات في 100 سنه يعني. عملوا ايه لمصر طيب؟ يعني ايه الاضافه اللي اضافوها؟ لا ده احنا معينين مكتب الكاف كله في مصر، وموظفين الاهلي اللي معيناهم العيله دي اكتر موظفين في الكاف، ومع كده مصر ما فيش خالص يعني، ما عملتش اي حاجه في كاس العالم اصلا. فايه الربط؟ ما تفهمش يعني. ما وتجاهلوا تماما الكلام اللي قاله حسام البدري ان انا ما لعبتش ماتشات وديه اللي هي لغت تصنيفنا ودينا كسبنا بلجيكا يعني لو كان حد عايز يلعب ماتشات وديه مثلا كنت ممكن تلعب ماتشات زي دي وديك كسبت بلجيكا عادي يعني الموضوع عادي يعني، وكنت ممكن تعدي في التصنيف وما تلعبش السنغال. بس يعني هو تقريبا الموضوع ملوش تفسير غير ان هو القفا اللي خدوه في المغرب من اخونا وليد الركراكي ربنا يكرمه ومن زهير المترجي لحد دلوقتي لسه وجعه. الحمد لله على المكسب. ماتش صعب الحقيقه. احنا لو اخترنا فرقتين في الدوري هيبقوا بيراميدز والناس التانيين يعني. اول حاجه الناس بتهاجم قوي علشان شكل الفرقه وان احنا ما كناش كويسين وبيراميدز كان هيتعادل. طب يا جماعه ما هو الاهلي كسبان لسه الجيش ببنالتي يعني، ما بيتحسبش في اي حته يعني ما بيتحسبش في اي حته. لسه كنت هتكلم على بيلين زيزو اللي النهارده ما اتحسبش يعني. الحكام شافت ان البنالتي بتاع ماتش الجيش اللي اتحسب اللي حسب محمد عادل ده شافوا يتحسب، وكوره زيزو دي ما اتحسبتش، مع ان كوره زيزو دي شبه جدا كوره ميسون ماونت اللي هي اتحسبت لانجلترا وضيعها هاري كين امبارح يعني. ايه المشكله يعني؟ فقصدي ان الاهلي مثلا ماتش الجيش كان سيء جدا والحكم اتدخل كسبه، وفي الكاس ملاعبين المقاولين واصلين معاهم لحد ضربات الترجيح وكسبوا ضربات الترجيح، وجمهورهم هم يعني ما شتمش المدرب ولا اتكلم ولا قال ان الشكل وحش وبتاع. يعني عادي ان انت بتلعب 34 ماتش، مش هتلعب 34 ماتش كويس هتوقع وهتتعادل، واحنا الزمالك الحكام مش هتتدخل لنا والفار مش هيتدخل لنا والمخرج مش هيوقف لنا الصوره ويتجاهل لقطات ويسيب لقطات. احنا الزمالك يعني. فالحمد لله على المكسب، خصوصا ان بيراميدز مستقر مع مدرب، وجابوا اضافوا مصطفى فتحي واضافوا اللي هو محمد الشيبي اللي هو الظهير اليمين ده كويس برضه. يعني مش فرقه سيئه يعني ان احنا يعني المفروض ننزل نكسبهم كل ماتش سكور يعني. فالناس بس بالراحه كده
ويعني هي احسن حاجه في الدوري اللي بتحسسك ان انت قريب وبتنافس، فكره ان انت وانت وحش بتكسب. آه الحمد لله بدأنا الماتش شبه ماتشات السنه اللي فاتت اللي ختمنا بيها الدوري. ضغطنا في اول 10 دقائق تقريبا. الحركه دي يعني ربنا يسهل، عندنا ماتش معاهم في الكاس، فانا مش عايز اتكلم قوي يعني. بس ضغطنا بدري وكنا هنسجل من الشوطه الاولانيه بتاعت امام اللي غيرت، اللي زيزو غير اتجاهها كده، والشناوي طلعها ردت بكورنر. البروفيسور ضحك على الناس بضحكه حلوه قوي في موضوع الكورنر ده. احنا بقالنا كذا حلقه بنتكلم بان العرضيات بتتلعب وحسام عبد المجيد بينط ومع حمزه المسلوسي، حمزه المسلوسي جاب جول واتلغى ماتش الجيش، والناس كلها مركزه مع ان كور زيزو العرضيه بتتلعب بين نقطه البنالتي والجون سواء على القريبه او على البعيده. فالمدافعين كلهم واقفين جوه ال 18 في قلب ال 18. راح البروف بمنتهى السهوله سابهم واقفين جوه وراح مرجعها لمصطفى شلبي ورا، راح حاططها جول، خبطت في حد وغيرت اتجاهها واتقدمنا الحمد لله. مصطفى شلبي مردوده كان كويس يعني انا شايفه معقول خالص. وفي نقطه برضو ان مصطفى بيبدل مع زيزو، يعني في اوقات كده بتلاقي مصطفى وزيزو في ناحيه، واوقات بيروح ده هنا وده هنا، واوقات ده بيكمل هنا وده بيكمل هنا. السويتشات اللي بتحصل دي لطيفه جدا وبتربك، لان ساعات اصلا البروف بيستغل طريقه ثلاثه ان هو بيطلع الوينج باك، وساعات امام بيكمل او الظهير او حمزه المسلوسي مثلا. ف ف في نفس الجبهه وبيضغط بيها. الشوط الاولاني كان كويس. اتهددنا. انا اتخضيت شويه في كره مصطفى فتحي. مصطفى فتحي خطير جدا على الجون، يعني هو الكورتين اللي فعلا خلعوا قلب الواحد غير اللي هم بتوع علي جبر اللي في الاخر الهدين، يعني هم الشوطين بتوع مصطفى فتحي يعني. اتقدمنا وضيعنا. وطبعا البين اللي بنتكلم عليه ده يعني هو زائق، والمخرج ابتدى يعيدها فلقى فيها بينالتي، راح راجع عايد بعد اعادتين راح عايد الثالثه في نص الملعب. حضرتك مش ممكن يعني مش ممكن اللقطات، الموضوع ان المخرج بينقي لقطات واللقطات دي بتتكرر تقريبا كل ماتش، ولما جه يعيد اللقطه راح مطنشها وراح ابراهيم نور الدين مصفر والعب يا عم. كملنا الشوط، كان في فرصه ثانيه لمحمد حمدي تقريبا طلعناها. انا حسيت في الماتش ده ان عمرو السيسي كان كويس الشوط الاولاني. حسيت ان هو جنب امام ان هم يعني فكره ان بيبقى ساعات دايما ثلاثه، يعني هو انا كنت قلت قبل كده ان الثلاثه بيسندوا بعض دفاعيا، بس حسيت ان في الاستلام والتسلم عمرو السيسي في الدايره، او لو هيلعبها نبيل دونجا الماتش الجاي ما اعرفش مين اللي هيبدا فيهم. حسيت ان هو لما لوحده كده وجنبيه امام يعني والهناك والوينج باكس وينج باكس، مفيش حد تالت في النص زي ما بيلعب رو او عمرو وامام. حسيت ان هو عنده حريه اكتر ان هو يستلم ويسلم. مش عارف انا لوحدي ولا حد تاني حس بنفس النقطه دي يعني. آه كملنا والشوط الاولاني خلص 1-0 والدنيا مشيت. انا بقى تخيلت ان احنا الشوط الثاني هنبقى احسن، خصوصا مع الدفاعات بيراميدز الشديده قوي دي وان احنا بنعرف نلعب على الاطراف. حصل تغيير وخروج مصطفى شلبي ونزول يوسف اسامه نبيه، وللامانه يوسف اسامه نبيه ما كانش كويس، يعني ما كانش كويس خالص، وما سحبش الفرقه السحبه اللي كانت متخيله منه، وما حسيتش ان الامور ماشيه كويس. انا ما حسيتش برضه بيوسف حسن اللي هو الفيرود ده، حسيته بيتحرك كويس وبتاع، بس يعني ما لمسش الكوره في عرضيه كده في الشوط الاولاني لعبها زيزو، ما حسيتش ان هو قطع، يعني كنت مستني فيرود يعني. بس ان شاء الله تيجي، هو لسه ولد صغير وهنشوف. لعبنا الشوط الثاني وابتدينا يعني ابتدت الدنيا تمشي احسن وكده. في نقطه برضه في ماتشات اللي زي بيراميدز والاهلي بيبقى مطلوب من الاجنحه، يعني مصطفى شلبي يمكن الشوط الاولاني كان بيحاول يرقص شويه. انا حسيت ان زيزو مش عايز ياخد ريسك انه يروح واحد واحد يرقص. زيزو انت نجم الفرقه، ولو خدت ريسك وعديت في الماتشات اللي زي دي هتبقى جول. يعني امام في ماتش الدوري لما خد الكوره ورقص واحد واثنين وثلاثه راح عمل خد بنالتي. فالفكره كلها ان ساعات بيبقى مطلوب من الوينج ان هو يرسكك شويه. انا حسيت ان يوسف اسامه نبيل ما كانش بيرسكك، وحسيت ان زيزو مش لازم الريسك باربع خمس لعيبه يعني عشان ما يبقاش واحد بيناقض نفسه، بس في نفس الوقت زيزو جات له واحد على واحد في كذا كوره وما حاولش يعدي. عدي عادي يعني، جرب عدي يمكن تعدي، لما تعدي هتخلق زياده عدديه، خصوصا ان بيراميدز مش بيدافع ب 10 لعيبه زي بقيه فرق الدوري يعني. الشوط الثاني ابتدينا اتهددنا. انا بس عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا، هي نقطه التمركز الدفاعي في الكوره اللي بتتلعب عرضيه. في غلطه بيعملها مصطفى الزناري. مصطفى الزناري شكله كويس، احسن من قبل التوقف، خاسس، حالته البدنيه كويسه وكان كويس، بس في نقطه اللي هي انت بتاخد خطوه قبل الفيرود وتنط. هو المفروض المدافع بيقف بين الفيرود وبين الجون وشايف الفيرود. مصطفى بيسبق تمام، لو سبقت
ما ينفعش الكره تعدي منك، لان لو عدت منك جون. لو انتوا فاكرين كان في جون كده اللي هو حسام حسن جابه في الاهلي، اللي هو شادي محمد نط على الهوا راح حسام حاططها. نفس اللقطه شادي محمد برده في ماتش انبي الشهير اللي هو بتاع سيد عبد النعيم، اللي حطها، اللي هو حطها سيد عبد النعيم لما عرضيه اسامه حسن عدت منه. فانت مدافع لو اتقدمت التايمنج بتاعك كان غلط، الكره عدت الفرد هيحطها جون. هي عدت لفخري لقاي، بس هو اللي انا حظنا يعني، هو كان ما اعتقدش، هو ما شفتوش كتير يعني، حسيتش ان هو عارف يحطها، يعني حاططها في ايد اخونا عواد بسهوله قوي يعني. فالى جانب بقى نقطه ان علي جبر هو نجم الفرقه عندهم في الكرات العرضيه. طب يا حسام انت فين؟ يعني انا اطول مدافع عندي حسام، علي جبر ياخد كورتين في الدقيقه 85 والواحده في ال 18 اللي هي نفس الكوره اللي احنا لبسنا منها جون قدام انبي، علامه استفهام الحقيقه. يعني حتى لو ماتش انبي كان فيه زقه خفيفه، انا اتفرجت على الكورتين حسام مش ماسك علي جبر يعني. طب ما هو ده هو ده الوحيد، لو حد هياخد عرضيه من انبي اكيد مش رمضان صبحي يعني هو علي جبر يعني. فالموضوع يعني كان محتاج شويه الرقابه في العرضيات والقوه دي الاثنين مدافعين. طبعا غياب الونش اللي بيوجه زمايله وبيبص وبيشاور لده وبيشاور لده وقف فين، وهو بيقف وبيعرف ياخدها، مأثر علينا. بس يا حسام انت المفروض كبرت يعني، والمفروض ان انت تتولى القصه دي يعني. في لقطه كده برضو اللي هي زيزو عدى فيها واتقص في نص الملعب من احمد سامي مدافع الجيش، اللي هو كان طار في ماتش المقصه وشال الكره بايده، وبعدين المفروض انذار يعني. انا مش عارف والله الحكام في ايه يعني بينالتي. الكره دي مش مهمه قوي، بس في النهايه بتديك مؤشر ان هو الحكم ايده تقيله، راح مطبطب على احمد سامي ومشاه. ايه يا عم في ايه؟ طب ده قص الواد وفرصه بروميسنج جدا. آه يعني تغييرات كانت نزول سامسون، نزل ما حسيتش باضافه. انا مش عايز اتكلم على سامسونج كتير يعني، بس انا كنت يعني المفروض ان الفرود اللي كان طالبه البروف، هو البروف كان بيتكلم في ايبوكا لقوته البدنيه، بيقف يطلع زمايله مش عارف ايه. ده اللي احنا مستنيين نشوفه من سامسونج. طبعا يعني فكره ان برضه هو كويس ان الاثنين لعيبه اللي احنا جبناهم في اخر يوم اللي هو عمرو سيسي ومصطفى شلبي اضافوا شويه، يعني اضافوا شويه. بقيه الصفقات مفيش خالص يعني، الاجانب كلهم، زكريا الوردي مشي، سيمسون مش عارف نزل اهو بعد غياب طويل كان في بلده، والاخ نضاي برضه مش عارفين هو فين. فتحس ان احنا عملنا انتقالات كده، ويعني لولا الصفقتين بتوع اخر يوم كان زماننا الفرقه هي ما كانش في حاجه، اي حاجه حصلت يعني. ربنا يسهل لو دونجا يجي بالماتشات يعني، بس هو الاجانب عليهم علامه استفهام يعني. ان شاء الله الماتش الجاي البنك الاهلي ماتش مش سهل يعني، بس الحمد لله النهارده ان احنا طلعنا قدام بيراميدز بثلاثه بونت، لان الفرق كان اربعه، وده ماتش صعب معرض الاهلي او الزمالك يقعوا فيه. فاحنا الحمد لله عرفنا ان احنا ناخد الثلاثه بونت في الماتش ده، عوضنا شويه ماتش من الماتشين اللي هم كانوا اسهل شويه اللي احنا وقعنا فيهم ببناط. ان شاء الله باذن الله يعني، ان شاء الله باذن الله لو الحكام سابت الاهلي يقع ان شاء الله هيقعوا يعني. بس هو مش منطقي ان الاهلي يقعد 20 ماتش بيكسب يعني، والحكام بتحاول تساعد الاسترايك ده يعني. دي كانت ملحوظاتنا على ماتش النهارده، وكانت سريعه معلش كالعاده الحلقه بعد الماتش، وان شاء الله باذن الله نشوفكم على خير الاسبوع الجاي. شكرا.